الكاف يعاقب الركراكي بالتوقيف 4 مباريات ويغرم الاتحادين الكونغولي والمغربي. علمنا من مصادر مطلعة أن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت توقيف الناخب الوطني وليد الركراكي ل4 مباريات، منها مباراتين نافذتين ومباراتين موقوفتي التنفيذ، مع فرض غرامة مالية على الاتحادين الكونغولي والمغربي على خلفية الأحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة الأسود والفهود الأحد الماضي عن الجولة الثانية من مجموعات كأس إفريقيا. وحسب نفس المصادر فإن العقوبة سيتم تنفيذها بداية من مباراة اليوم التي يواجه فيها المنتخب المغربي نظيره الزامبي لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يعني أن الناخب الوطني وليد الركراكي لن يكون حاضراً في دكة احتياط الأسود في مباراة اليوم وفي مواجهة ثمن النهائي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستتقدم بطلب استئناف لقرار لجنة التأديب خلال الساعات القليلة المقبلة لتخفيف مدة التوقيف. جدير بالذكر المنتخب المغربي ضمن تأهله رسمياً إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا، بغض النظر عن نتائج مباريات اليوم،